السلام خوتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا شويه لاباس عليكم. المهم هذا امر من الله، ما عندنا ما نديرو. مهم ان بلادنا ولات هي احسن بلاد في العالم، ولات هي البلاد ديال الانسانيه وديال التعاون. الشعب المغربي هو اطيب شعب الحمد لله. فيما تدخل مواقع التواصل تلقى القول تيهضروا على المغرب بطريقه زوينه، وتم الاجانب تضامنوا بزاف معاهم. قالوا شوفوا الناس ما همهمش يموتوا طالعين في الجبال وداو المساعدات. شوفوا قال لهم راه ماشي غير كاميون ولا جوج، راه كاميونات اللي طالعين. للاسف هاد الحاله هادي بكتني بزاف، وربي اللي شاهد. الله يرحم هادوك الناس والله يعوض. اقسم بالله الا تتكتئب نفسيا، حيتاش تا انايا ماشي انا حاسه بهذوك الناس اللي متضررين. انا وعشت يا ديك الحاله اللي هما عايشينها ناس بسطاء بزاف. عشت انا حياه بسيطه كيف ما هما تيعيشوها، وحاسه بيهم الزمان قهرهم. وجات هاد الكارثه هادي، ها الحمد لله باللي جات من عند الله، ولكن جات فيهم هما اللي مساكن وحيت السكن ديالهم عشوائي. داكشي باش هو تردم بكل سهوله. وحيت كما تيقولوا هنايا قالوا حتى البلاصه فين هما ساكنين في الجبال ما فيهمش النباتات. وداكشي اللي خلى الزلزال يخلي اضرار بزاف في الناس، لانه كاين انجراف في التربه بزاف. يعني ما كاينينش هذوك الجذور اللي غادي يشدوا التربه باش ما ت... باش ما ت... باش باش ما تشققش وما يطيحوش هذوك الصخور الكبار على الديور. ولكن هاد الشيء مكتب من عند الله، وهادوك الناس اللي ماتوا راهم شهداء ومن اهل الجنه. الله يرحمهم والله يصبر اهلهم اللي بقاو. المشكل دابا حنا خصنا نفكروا بهاد الناس هادو اللي باقيين على قيد الحياه. تبارك الله عليكم وشكرا لكم بزاف. وانا راني فخوره ببلادي المغرب وبابناء بلدي المغاربه. فخوره بكم، والعالم كامل تصدم فيكم اقسم بالله. قال هذا هو التعاون. الناس ما همهمش اسميتو، ما همهمش انهم يخسروا حياتهم طالعين في الجبل بالطوموبيلات. الجبل صعاب وطالعين وداو المساعدات. انا اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم كان عندي شي قوه باش انني نقدر نعاون هذوك الناس يكونوا عندهم ديورهم قبل ما يدخل البرد. اقسم بالله ما نغفل عليهم. ولكن للاسف انا في شي ظروف اللي هي خايبه. اش غنقول لكم؟ راني تنعاود لكم كل شيء على حياتي، تنعاود لكم الصغيره والكبيره. والله العظيم تنخوي عليكم قلبي، تنحس بكم بحال خوتي، بحال اصدقائي. تنخوي عليكم قلبي اقسم بالله. فهاد البلاد هذه ما باقي ما سهلش لي الله في الخدمه. وزيدون عندي بنيه صغيره، يلا العام الاول ديالها في الراود، وانايا بعيد عليا الراود، ماشي زعما قريب ليا. ديما دابا مع الصباح الراجل خدام بعيد، خاصني نوض مع الخمسة نقد لي داكشي باش غادي يتغدى والفطور ديالو. وغادي خصني نوصلو للمحطه اللي بعيده، بعيده واحد شويه. نوصلو للمحطه ديال الترام نحطو تماك ونرجع. ومع الثمانية تاني ندي البنت للراود نحطها. ومع ال11 و45 اش كنت نقول لكم؟ كل مره تيقطعوني ما تنكملش هضرتي. كيف ما قلت لكم تندي البنت مع الثمانية تنحطها في الروض تنرجع مع ال11 و45 حتى باش تمشي تقلب على الخدمه، حيتاش لاجونسات ديال الخدمه راهم بعادين عليا. راه خاصني النهار كامل باش انايا نمشي نقلب على الخدمه. كي غادي ندير تتحطها. المهم تتمشي تتبقى تما حتى 9 باش انك تدخل البنت وتبدل ليها صنادلها وتلبس ليها الصنادل ديال الداخل وتجلسها. والمعلمات يبداو يحضروا فيها حتى تجلس. المهم انت تكون واصل للدار مع 9:30 تجي تتجمع الدار ل11 و45. المهم انا خاصنا نخرج من الدار مع 11 نيسان النيشان باش نوصل لسميتو للراود ديالها.
وهذا الشيء. واغلب الخدامي المهم كنت لقيت واحد الخدمه فيها 7 سوايع، شكون غادي يقابل ليا بنتي؟ انا ما كاينش اللي راح من هنايا، ما كاينش اللي يعقل عليا. عبوستي تتشد ولاد بنت ولدها، وهما او تتقول هما الاولين عندها. ما عندي انا ما نقول. وهذه هي الحاله. واللوس الخوت اللوس جاب الخدامه باش انا يعطيني الخدمه نخدمها هكا. لا هو جاب الخدامه تيخلصها وهكا. كيما مشيتو راه كاينين هادوك الناس اللي مزيانين، وكاينين الناس الخايبين، كاينين الناس اللي تيبغيو يشوفك غارق في الفقر، ما خدامش، ما فهمتي. كاينين الناس اللي قلبهم مرض فزادهم الله مرضا، فهمتوا دابا كيفاش؟ هذا هو مشكلتي. وتا هاد القناه هادي اللي مره تندخل منها شي بركه، حتى هي دابا راه عندي فيها النقارات، ما كاينينش الاشهارات، يعني فيديوهات غير فابور خوتي. غير انايا القناه ماشي اصلا درتها باش نبقى ندخل منها، ما كرهتش الا جاتني شي حاجه منها، ولكن راه ماشي ساهل الا قناه مبتدئه وهكا. مهم ماشي ساهل دابا صغير ما بقات تدخل والو. راه كاينين دوك النقارات على الله واش غادي يتحيدوا ولا غادي يتسد الادسنس. المهم داكشي راه بقى هكاك، راه ما عرفتش الله غادي سميتو، ما عرفتش اش غادي يوقع في التيك توك. ما انايا ماشي من داك النوع اللي عنده السنطيحه اللي تيدخل وتيبدا يقول كبيسو يا ريت تكون انا من داك النوع نقول كبيسو غير السيمانه غادي نجيب واحد البركه وغادي نعاون بها هذوك المساكين. ولكن حتى هذيك الجرأة ما عنديش انايا وراكم عارفين يعني انا راني شلحه. ما راكم عارفين الناس ديال الشح فيهم طيبوبه وتيحشموا بزاف. ما نهضرش على دوك الناس اللي غادي يجيو يقولوا لي كنتي تتحشمي ما تبانيش في اليوتيوب. اليوتيوب راه ماشي عيب، ماشي عار، ماشي حتى هو راه خدمه. يوتيوب راه خدمه بالنسبه للناس اللي طلعوا لهم القنوات، راه جالسين من الخدمه وتيحطوا فيديوهات وتتخلصوا، فهمتوا؟ ايوا هادشي اللي كاين الخوت، هادشي اللي كاين، هادشي اللي صدر ربي مقدر عليا حاليا. والله ما عارفه اش غادي ندير. سبحان الله العظيم تعكست واحد العكس عمري ما مريت منه في حياتي. كنت الخدمه دغيا تلقاها وانا في المغرب، دغيا تلقى الخدمه ودغيا تنديباني راسي. عمري ما زعما زيرت والدي باش انهم يشريو لي شي حاجه بزز ولا تنبكي على الفلوس، ولا ديما عندي انا مصيريفي وديما مضيبانيا راسي وهكا. ولكن في هذا البلاد انتم تكشوفوا ما كرهتش انا كل لقى غير ساعتين. وحاليا بنادم يصيفط غير 100,000 ريال لهذوك الناس. وتنتمنى هذاك الكونت اللي يفتح صاحب الجلاله الله ينصرو، هذاك الكونت كاع الناس كل واحد يصفت داكشي اللي يقد عليه. راه انا اكيده ان المغاربه سخيين وكاينين حتى الاجانب. المهم غير خاص بنادم يعرفهم بهذا الكونت. انا اصلا باقي ما متاكداش، كاينين بزاف ديال الكونطات وكاينين بزاف ديال الجمعيات اللي باغيين يجمعوا المحسنين. ما بقينا عارفين فينا هو داك الكونت اللي هو النيت فري، اللي هو النيت غادي يتكلف بهذوك الناس بلا ما ياكل لهم داكشي اللي غادي يصيفطوا لهم الناس، باش على الاقل بنادم يعاون غير بداك الشيء اللي قدر عليه. وعلى الاقل انايا مثلا ما عنديش باش نعاون بشي حاجه، ولا اني ماشي شي حاجه، ولا اني غادي نمشي نقترحوا على ناس اخرين اللي عندهم واللي باغيين يديروا حسنه واللي فيهم الانسانيه. حيت حتى هما الكل راه ماشي كلهم عنصريين، كاينين ناس فيهم الانسانيه. والله تيمشي للكونت ديالو تيخرج مليون 2 مليون وغادي يديرها في هذاك الكونت بلا ما يفكر 2 ديال المرات. وكاينين اللي بالنسبه ليه انت مغربي مسلم ما يتسوقش ليك. كل واحد وضميره. المهم ما يقول لك والو، ولكن ما غاديش يعاون. تتقولها ليه تيقول لك ما يجي ما يجاوبكش. المهم كل واحد والضمير ديالو. وبنادم راه طوب وحجر. المهم اخوتي هادشي اللي كاين بالنسبه لليوم. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك في القناه ولايك، وشكرا لكم بزاف والله يسهل عليكم. والسلام عليكم، تصبحوا على خير.